مسلسل القدر الحلقة الأولى. بيبتدي المسلسل في البداية بفلاش باك ل7 سنين فاتت، وبتكون تالا خارجة من حفلة مع جوزها زيد، وبتكون زعلانة منه، بتركب عربيتها وبتجري، وهو بيجري وراها بعربيته، وبيحاول ان هو يتواصل معاها ويتصل بيها، لكن هي ما بترضاش ترد عليه، وبتسوق عربيتها بسرعة جنونية، وهو بيحاول ان هو يوقفها، مفيش فايدة، وبيفضل يتصل بيها بالتليفون، ما بتبقاش عايزة ترد، لحد ما في الآخر بترد عليه، وبيقول لها هدي السرعة شوية، فبتقول له عايز مني ايه؟ انا مش فارقة معايا حاجة، ومش فارقة معايا حياتي. بيقول لها انت فاهمة غلط، بتقول له لا انا مش فاهمة غلط، محدش بيحب حد بيخونه، وبتقفل التليفون وبتسيبه. بيفضل هو يجري وراها بالعربية عايز يلحقها، وفجأة بتحصل لها حادث تصادم، وواضح ان هي بتصاب بطريقة كبيرة جدا. بعد الحادث ما بيحصل، وفجأة بعدها طبعا ب7 سنين بتبتدي الأحداث الجديدة، وهي أحداث الحلقة الأولى من المسلسل. وبتبتدي الأحداث وهم قاعدين بيجهزوا لطاولة كبيرة مليانة أكل كتير جدا، وبيكون زيد هو بنفسه اللي قاعد بيعمل الأكل وبيجهزه في المطبخ، وبيحطوا الأكل وبيجهزوا السفرة، وبيكونوا موجودين في الضيعة بتاعتهم، ولأن هم طبعا عندهم أرض، ويعتبروا عندهم شجر زيتون، وكان المفروض اليوم ده هو اليوم اللي بيحتفلوا بيه بجمع المحصول، وبيبقى يوم سعيد جدا بالنسبة لهم. بيخشوا والسفرة بتتحط، وبيقعد يتغزل في مراته تالا، اللي بتكون علاقتهم طبعا كويسة ببعض، وبيكونوا باينين ان هما بيحبوا بعض جدا. لكن الغريب ان والدته ما بتبقاش عاجبها الموضوع، وبتبقى بصلهم ومش حابة حبهم وقربهم لبعض دول، وفجأة بتقول كلام كده بيزعلهم كلهم. فجأة لما بيجي طفل صغير علشان يسلم عليه وبياخده في حضنه هو وتالا، فجأة مامته بتجرح تالا بالكلام عن الأطفال، وعلشان هي نفسها في حفيد، وطبعا تالا بتكون عندها مشاكل فما خلفتش. الكل طبعا بيسكت خالص بعد الكلمة بتاعت مامته دي، وبتحس تالا ان هي جرحتها جدا، فبتقوم من على الأكل وبتدخل جوه البيت. وفي الوقت ده طبعا زيد بيبص لوالدته، وبيقول لها ان ما كانش لازم ان الكلمة دي تتقال، فبتقول له انا من حقي يكون ليا حفيد، انا ما قلتش حاجة غلط، لكن هو بيحس ان مامته جرحت تالا جدا، وبيقوم بيسيبهم كلهم وبيدخل ورا تالا جوه. في الوقت ده والده بهاء بيكلم نجوى اللي هي والدته، وبيقول لها ان الكلمة اللي انت قلتيها دي ما كانتش ضرورية انها تتقال، احنا كلنا قاعدين وكويسين مع بعض، إيه اللي يخليكي تبوظي القعدة بتاعتنا؟ بترد هي وبتقول انا ما بوظتش حاجة، انا من حقي يكون ليا حفيد ولد، وده بيكون لان ابنها اياد التاني الكبير عنده بنتين، بنت موجودة معاهم على السفرة، والبنت التانية بتتعلم بره. بيدخل طبعا زيد على تالا، وبيخش لها وبيعتذر لها، وبيعرفها ان هي اغلى حاجة عنده في الدنيا، وان هو مش فارق معاه، وبتقوله ان هي كمان نفسها في طفل، بس دي حاجة مش في ايديها. بيقولها ان هو مش فارق معاه، لان هي مالية عليه دنيته، ان هي اخته وحبيبته وصاحبته وصاحبة عمره كله، وبيراضيها بالكلام ده، وبيقول لها عامة خلاص انا هقفل كل المواضيع دي، وهقفل كل الكلام ده، وما تزعليش خالص، ومش عايزة اشوفك زعلانة تاني، وانت عندي اهم من اي حاجة في الدنيا دي. وبيخرج وبيروح يقف على الطاولة بتاعة الأكل بتاعتهم، وبيبص لمامته وبيبص لهم كلهم، وبيقول لهم إن هو مش عايز حد يتدخل في حياته مرة تانية، وزي ما هو ما بيتدخلش في حياة حد، مش هيسمح لحد يتدخل في حياته، كل واحد حر في اللي بيعمله. وده اللي هو اتعلمه من والده بهاء، اللي علمه إن هو ما يتدخلش في حياة أي حد، وكل واحد يبص في حياته بس. وبعد كده بيشكر والده إن هو علمهم كده، وبيقول ان هو مش هيكمل القعده معاهم، وبتكون تالا واقفه في الشباك بتشوفه من بعيد، وبيروح لوالده وبيبوس راسه وبيقول له انت علمتنا كل حاجه كويسه. وده طبعا امتنان منه لوالده، لان والده ما بيتدخلش بحاجه، وبيبص لوالدته اللي هي دايما منغصه عليه حياته وعيشته. وبعد كده بياخد تالا وبيمشي وبيسيبهم، ما بيكملش معاهم القعده ولا السفره، وبيمشي معاها وبتقول له شغل لي اغنيه حزينه، فبيقول لها لا ده انا هاخدك مشوار حزين. وبيجي له تليفون، والتليفون ده بيكون من تيم ابن اخته، اللي بيكون راجع من بره، وبيقول له ان هو جه على الشركه، وبيقول له شركه ايه، فطبعا بيكون قاعد في مطعم، فبيسمع صوت المترو وهو بيجيب له الاكل بتاعه، فبيقول له انت بتضحك عليا، انت تكون عندي في الضيعه النهارده. فبيقول له يعني انا لسه جاي من بره واجي على الضيعه؟ فبيقول له اه انا هستناك. وبعد كده بيكون اياد اخوه ورندا مراته قاعدين مع بعض، واياد بيقول لها ان الاكل بتاع زيت حلو جدا، علشان كده هو كل كتير جدا ومش قادر من كتر الاكل اللي كله، انما هو بيعمل اكل حلو، انما هو بيشتغل احسن منه. فبتقول له ان هي جايبه بنتين زي الورد، بنت بتتعلم بره وبنت موجوده معاها، وان مامته مش المفروض كل شويه تتكلم على الولد. فبيقفل معاها الكلام، لان هي دايما بتحسسه ان هما بيفضلوا اخيه زيد عنه. وبعد كده بياخد تالا وبيروحوا على المكان اللي هما بيجمعوا فيه الزيتون، وبيوريها قد ايه المكان جميل، وقد ايه الناس اللي شغاله فيه بيعتبرهم عيلته، وبيقول لها ان شجر الزيتون ده حاجه مهمه جدا، وبيقعد يحكي لها قصص عن الحب، وعن ان هو قد ايه بيحبها.
وبعد كده بيكون المشهد بتكون نجوى قاعدة مع بهاء، وبتقوله ان هي معجبهاش اللي حصل، وهو بيقول لها تاني ما تتدخليش في حياة ابنك وما تتدخليش في حياة حد علشان ما تخربيش لحد حياته. بس هي برضو بيكون مش عاجبها الكلام وبتصر على موقفها. بيرجع تاني المشهد لزيد وتالا وهما ماشيين في قلب الحقل بتاع الزيتون، وبيحكي لها قصة أمير كان فلاح، وبتقوله ان هي لما اتجوزته ان هو قال لها ان هو فلاح وان هو بيحب شغلته كفلاح جدا. وبعد كده بيسيبها ويقف مع الفلاحين. بتشوف بنت من بعيد واقفة وتعبانة من كتر الشغل، بتقرب منها وبتعرفها بنفسها وبتقول لها ان هي تالا مرات زيد. البنت طبعا بترتبك وبتقول لها انا اسفة جدا انا هكمل شغل. فبتقول لها لا ما تخافيش وما تقلقيش انا بس بعرفك بنفسي. وبتمشي البنت دي اللي بيكون اسمها نور وبتمشي وبتسيبها علشان تكمل شغلها. ده يوسف وبيكون قاعد مع والد نور وبيتكلم معاه ان هو مكلمه واخد منه فلوس علشان يجوزه بنته نور. وطبعا ابوها بيكون بياخد منه فلوس على حس ان هو قال لبنته ان هو هيجوزها له، وطبعا ده ما بيكونش حقيقي وهو ما قالش لبنته حاجه. فطبعا بيديله بيتكلم مع يوسف ان هو مزنوق ومعهوش فلوس، فيوسف بيطلع فلوس تاني وبيديها له، وبيكتشف ان دينه بقى 2000 جنيه من القمار و3000 جنيه هو واخدهم كاش، بالإضافة لل100 دولار اللي هو لسه مديهم له دلوقتي. وبعد كده بيكون زيد وهو موجود في المكان اللي فيه الزيتون، بيجي المساعد أو المسؤول عن المكان وبيعزمه على فرح بنته. وبعد كده بياخد تالة علشان يمشوا. بيروحوا علشان بيكون أبوهم ليه طقوس معينة بيعملها في اليوم بتاع جمع المحصول ده. فبيقف أبوهم وبيقول لهم إن هو كان في خاتم، الخاتم ده جده أول مرة زرع لبس الخاتم ده واحتفل بيه، وبعد كده لما كبر اداه لابنه اللي هو أبو بهاء. وبعد كده بهاء دلوقتي كبر فهيديه لحد من ولاده. اياد بيتخيل ان ابوه هيديله هو الخاتم ده وبيقول لمراته كده، لكن ابوه وهو بيتكلم بيختار ان هو يدي الخاتم ده لزيد. وبيفرح زيد بان ابوه اختاره هو. وليهم طقوس تانية ان هو بيغسل ايديه وبعد كده بيلبس الخاتم، وابوه هو اللي بيلبسوله كأنه بيسلمه الراية من بعده. زيد بيفرح وبيبوس ايد ابوه لان هو اختاره ولان هو حطه في المكانه دي. وبعد كده طبعا اخوه بيتضايق باياد وبيقرر ان هو يمشي بعد ما باباه عمل الحركه دي، لانه بيزعل وبياخد بعضه هو ومراته وبيمشوا. وبيكونوا هم خلاص راجعين تاني على بيروت وان هم جايين الضيعه بس علشان يلموا المحصول ويحتفلوا بجمع المحصول. في الوقت ده بيجي تيم اللي هو بيكون ابن اخته وبيسلم على مامته وبتسلم كمان على جدته اللي بتكون زعلانه منه عشان هو ما كانش بيكلمها لكنه بيعتذر لها. وبعد كده بيكون زيد بيكلم تالا ان هو هيحصلهم يوم واحد وهيحصلهم بعد كده. فبتقوله ان هي هتروح علشان تزور والدها اللي بقالها كتير ما شافتوش. بيخبط على الباب تايم علشان يسلم على خاله ومرات خاله، وبيخش فعلا بيسلم عليهم وبيحضنهم. بعد كده بتكون نور بتجهز نفسها علشان الفرح بتاع بنت سليم اللي مسؤول عن جمع الزيتون، وبتكون اختها دانا جايه معاها وبتكون لابسه فستان، وبتطلع نور تاج بتكون عملته لاختها من اللولي وبتلبسه لها، واختها بتكون فرحانه بيه جدا. وفجاه بيظهر باباهم جاي وبيبص كده لدانا وبيقول لها ايه اللي انت لابساه ده، امشي روحي اقلعي الهدوم اللي انت لابساها دي. نور بتقول لوالدها ان الفستان حلو وجميل عليها، وبيقول لها وايه اللي انت حطاه على دماغك ده، فبتقول له تاج عاملهولي نور. فبيقول لها امشي اقلعيه وغيري هدومك. وبعد كده بيبص لنور كده فبتكون متخيله ان هو هيقول لها انت كمان اقلعي الفستان. فطبعا بيقول لها لا انت كويس كده روحي زي ما انت. وبتروح فعلا نور الفرح هي ودنا وكمان والدتهم وبيقعدوا على ترابيزه، وبيكون يوسف وابوها قاعدين على ترابيزه تانية. في الوقت ده بيكون زيد وتيم رايحين هم كمان الفرح، وتيم معترض وبيقول له يعني انا لسه جاي من لندن تاخدني وهم رايحين بيروت علشان اروح احضر فرح في الضيعه. فبيقول له انت ما تعرفش افراح الضيعه، الناس دي الغنى اللي احنا فيه ده بسبب الناس دي واحنا لازم نشكرهم على ده. وفعلا بيروحوا الفرح، ومجرد ما بيخش تايم بيشوف نور وبيعجب بيها جدا وبيفضل يبص لها من بعيد، اللي بتكون قاعده طبعا مش مركزه معاه خالص انما مركزه في الفرح. وبتطلع المنديل بتاعها وبتكون عامله اسوره علشان تديها هديه للعروسه، وبتوريها لامها واختها وبيقولوا لها ان هي حلوه. فبتقوم علشان تديها للعروسه، بيجي وراها يوسف اللي بيديها فلوس وبيقول لها خدي ندي هديتنا احنا الاتنين للعروسه. فبترفض طبعا ان هي تاخد منه حاجه وبتقول له انت مين انت علشان اخدك معايا. وبتدي العروسه الهديه وبترجع المنديل بتاعها بيقع. بيقوم زيد بيجيب المنديل من الارض وبيعلم ابن اخته وبيقول له تعالى انا اوريك رقصه الدبكه شكلها ايه. فبيقوم فعلا علشان يرقص. وفي الوقت ده نور امها واختها بيتحايلوا عليها عشان تقوم هي كمان تشاركهم الرقصه. وفعلا نور بتقوم بعد ما بيتحايلوا عليها وبتمسك في ايد زين وبيكملوا الرقص مع بعض.
وكل طبعا فرحان لان زيد واضح ان هو متواضع جدا. تليفونه بيرن وبتكون تلا بتتصل، بيرد تايم وبتقول له هو فين، فبيقول لها ده قاعد بيرقص وفرحان جدا. فبتقول له ايه ده فرحان، اكيد في بنات كتير في الفرح. فبيقول لها هبعت لك صور، ففعلا بيصور زيد وهو ماسك في ايد نور وبيرقصوا وبيبعت لها الصوره. بتشوف الصوره بس هي ما بتركزش في وجود نور اكتر ما بتركز في حبها لزيد جوزها. بترجع نور تقعد على الترابيزه تاني وفجاه يوسف بيجي يقعد جنبها. بتشخط فيه وبتزعق له وبتقول له بعد عني انت كل شويه بتطاردني. بيجي في الوقت ده والدها، فبتقول له الحق يوسف عمال يطاردني وبيضايقني. فبيقول لها ان يوسف طلبها منه وهو هيجوزها له. بتبص لباباها باستغراب كده ان ازاي انت بتقول كده، ويوسف بيكون فرحان جدا. والدها بيقول لها ان هو اساسا وعد يوسف ان هو هيجوزها له. وبتبقى هي مذهوله من كلام باباها لان هي بتكره طبعا يوسف. في المشهد ده بتكون نجوى وبهاء قاعدين مع بعض وبيتكلموا مع بعض لسه في موضوع الحفيد اللي هي نفسها فيه. تالا بتكون نازله على السلم ومحدش شايفها ومش واخدين بالهم ان هي نازله. نجوى بتتكلم مع جوزها على ان هي عايزة تشوف حفيد لزيد، وان تالا كده ظلمته معاها، وان هو من حقه يكون عنده ابن زي ما هما من حقهم يكون عندهم حفيد. وان تالا انانية، وان هي لو بتحبه فعلا كانت سابته يتجوز واحدة تانية علشان تخلف له. تالا بتسمع الكلام ده وبتتصدم، وفجأة بيبص وراهم بيكتشفوا ان هي سامعة كل الكلام اللي هم قالوه. وبتخلص الحلقة على كده. لو عجبكم المسلسل وحابين تكملوا الحلقات بتاعته ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان تتابعوا كل جديد.